بمنتهى البساطه جدا. اللايف ده انا عامله عشان في مشكله شائكه بقت عند كل الناس. كل الناس يا جماعه، كل الشباب بتوع اليومين دول بقى عندهم المشكله دي. مش بس الشباب والله، يعني الناس 30 35 و40 و25 و20 سنه عندهم المشكله دي. المشكله بتاعت ايه؟ المشكله بتاعت اصل والله مفيش فرص. هو فين الفرص اليومين دول؟ هو يا عمي مفيش شغل، هو مفيش فرص، مش لاقيين شغلانه، مش لاقيين فرص، الدنيا بايظه، الدنيا مش عارف ايه، الدنيا كذا، الدنيا. بص يا عمي، الكلام اللي انت بتقوله ده كلام في اي كلام، ده كلام ملوش اي 30 معنى. حلو؟ مفيش حاجه اسمها مفيش فرص. الفرص موجوده ومتلتله وبالهبل في كل دول العالم، في كل دول العالم، في كل دول الشرق الاوسط بالكامل. وانا هنا بس بتكلم عن الشرق الاوسط بالذات. ليه؟ لانه احنا اللي عندنا عقده نقص الفرص. حلو؟ احنا اللي عندنا عقده ان مفيش فرص، انه والله يا جماعه اصل الفرص ما بقتش موجوده اليومين دول، اصل ما بقاش فيه مش عارف ايه. الكلام ده مش صح تماما. تعال اقول لك اكبر 3 مشاكل بسببهم بقت الشباب اليومين دول. وانا يا جماعه الكلام ده بشوفه لما بقعد مثلا ميتنجز مع ناس، بتكلم مع حد مثلا وابدا اتكلم معاه يقول لي والله ما فيش شغل اليومين دول، الدنيا مش حلوه، ما فيش اي فرص اليومين دول خالص، وانا حاسس ان انا حتى الدخل في الشغل اللي انا بشتغله دلوقتي مش مكفيني، والدنيا مش حلوه، والدنيا مش جميله، وانا مش عارف ايه. نعم؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يا معلم؟ مفيش حاجه اسمها كده. العقده دي سببها 3 حاجات. يلا اكتب معايا، ولو سمحت يا ريت يبقى معاك ورقه وقلم عشان تكتب معايا. رقم 1، اول حاجه انه كتير من الناس بيدور على فرصه على مقاسه. اول حاجه انه كتير من الناس بيدور على فرصه على مقاسه. يا مولانا يا سيدي الفاضل، مفيش فرص بتكون على مقاس حد، احنا اللي بنكون على مقاس الفرص. مبدأ اللي ما تفهمش فيه ما تلعبش فيه اكبر مبدأ غلط. مبدأ اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش اكبر مبدأ غلط، لانه اللي تعرفه وصلك للي انت فيه. انت محتاج تعمل حاجات ما بتعرفهاش، تتعلم حاجات ما تعرفهاش، تشتغل حاجات ما تعرفهاش. فين؟ مليانة الدنيا، مليانه الدنيا. بس انت لو دورت. المشكله ان والله الناس، احنا يا جماعه بدانا، والشباب اليومين دول وكل البشر، مش بتكلم على شباب، شباب وستات وبنات وكل حاجه، يقعد يقول لك والله ويتنك قوي كانه فاهم رئيس مجلس اداره شركه ابل، فاهم؟ سي اي او مايكروسوفت. تلاقيه قاعد كده يقول لك والله اليومين دول الدنيا لا مفيش حاجه شبهي، والله مش لاقي حاجه كده على مقاس مين يا ابو مقاس؟ مقاس مين وشبه مين يا معلم؟ معلم انت محتاج تتحرك يا معلم. طالما انت محتاج دخل ومحتاج فلوس، انت اللي محتاج تكون شبه الفرص. انت اللي محتاج تتعلم الحاجات دي، تغير عقلك، تغير مهاراتك، تتعلم حاجات جديده، تغير حتى من الكاركتر بتاعك، من شخصيتك. بس ما بعرفش اتعامل مع الناس، ما تتعلم تتعامل مع الناس. انت عايش فين؟ عايش تحت الارض؟ والله اصل انا ما بعرفش اشتغل في ما بعرفش اعمل مجال التسويق ما تتعلم تعمل تسويق. اتعلم اعمل تسويق، اتعلم اعمل سيلز، اتعلم يا باشا ازاي الناس بتعمل مبيعات وبتعمل تسويق وبتعمل الكلام ده كله. اتعلم. ما هو الناس اللي بتعمل ده كانوا بيعملوا ده وبيعرفوا يعملوه؟ والله لا، والله يا ابن الحلال لا. الناس دي اتعلمت ده، والناس دي دخلت في الموضوع وبدأت القصة وبدأت الموضوع وهم مش فاهمين اي حاجة في اي حاجة. صح ولا مش صح؟ فاول نقطة، مفيش حاجة هتيجي على مقاسك. مفيش حاجة اسمها فرصة على مقاسي. أنا اللي بكون على مقاس الفرص، ويكون عندي استعداد إن أنا أتعلم. حلو؟ أتعلم حاجات جديدة، أتطور، أغير، أبدأ أظبط أنا نفسي، أبدأ أظبط مهاراتي. في قاعدة مهمة لو فهمتها كل حياتك هتتغير، بتقول إنه الفاليوز، القيمة اللي عندك والمهارات اللي عندك واللي بتعرف تعمله، اللي أنت بتعرف تعمله بيساوي الدخل اللي أنت بتعمله. حلو؟ طب لو في حاجات انا ما بعرفش اعملها، يبقى دخلك دايما هيكون واقع. طب انا عايز فلوس كتير، يبقى يلا روح اشتغل، يبقى يلا روح اتعلم حاجات جديده، يبقى يلا روح نط، خبط كل البيبان. حلو؟ خبط كل البيبان، ودي اول حاجه. فخبط كل البيبان، وخبط كل البيبان، وخبط كل البيبان، وخبط كل البيبان، وما تستناش حاجه على مقاسك. ما تستناش حاجه على مقاسك، نط في الموضوع ده. سمعت كلمه زمان وانا مصور فيديو في الموضوع ده بتكلم فيه، اسمه اجري والرباط مفكوك. مش محتاج ان انت تقف
تربط الرباط وتذاكر كل المجالات وتبدا من بعيد كده تبص ومش عارف ايه، فهشتغل ولا لا؟ انت عارف بتفكرني في ايه؟ بتفكرني والله العظيم بطالب نفسه يدخل كليه الطب، راح قال للدكاتره بتوع كليه الطب وهو لسه داخل كده: بصوا يا جماعه، انا هخش اعمل عمليه، لقيت العمليه نجحت هبقى ادرس في مجال الطب، العمليه ما نجحتش يبقى مجال الطب ما ينفعش معايا. هو في حاجه اسمها كده؟ مش في مرحله اسمها مرحله ان انا بتعلم وبعد كده يبقى عندي خبره وبعد كده ابقى دكتور شاطر؟ هو ده نفس الكلام. مفيش حاجه هتيجي على مقاسك، انت اللي محتاج تبقى على مقاس الحاجات، انت اللي محتاج تتعلم حاجات جديده، محتاج تتطور وتتغير، ووالله الفرص مليانه بالهبل. اتنين، النقطه التانيه الاستعجال. الاستعجال يا جماعة، احنا بقى عندنا مرض اسمه مرض الاستعجال. اكتب كده معايا في قاعدة مهمة بتقول: الاستعجال يدمر اليقين. الاستعجال يدمر اليقين. لا فهمني بقى اكتر يا اسلام عشان مش فاهم الحتة دي. شوف، مشكلتنا الشباب اليومين دول يا جماعة بيدوروا على الحاجة التيك اواي، عايزين نعمل السبوبة يلا بينا. مش حاجه اسمها كده يا معلم، مش حاجه اسمها كده. واي حاجه انت بتشوفها اليومين دول الناس تقول لك انا عملت $1,000,000 في 3 ثواني، كذاب كذاب. الناس دي اشتغلت واتطحنت واتعلمت واتفرمت عشان يوصل للمكانه اللي هو وصل لها، عشان يوصل لمستوى دخل معين. انت كمان محتاج تبدا ده، ومحتاج تاخد السلم من تحت، ومحتاج انا هعمل دخل قليل وهتفرم وهتعلم واخش يلا كبر نفسي. بقينا اليومين دول بسبب الاستعجال عارف بنعمل ايه؟ ما بنكملش يومين ثلاثه في حته، والله ما بنكملش يومين ثلاثه على سطر، شهرين ثلاثه على سطر، وبعد كده لما الاقي الدنيا مش جايبه يلا بقول لك ايه، الموضوع ده مش تمام، يلا روح شوف حاجه ثانيه. يمشي فيه سطرين ثلاثه، يا عم لا مش تمام، روح جرب حاجه ثانيه. وبعد كده يمشي سطرين ثلاثه على حوار يا عم مش عارف ايه. المشكله فيك انت، المشكله فيك انت، انت اللي بسبب استعجالك ويلا. ولو ما فيش حاجه اسمها كده، عمرك ما هتاكل تفاح في الوقت اللي انت بتزرع فيه حبيب قلبي. انت بتزرع وبتروي وبعد كده تبدا تحصد، غير كده شكليات. فالنقطه التانيه ما تستعجلش، ابني نفسك، طور من نفسك واتعلم. it takes time. success takes time. النجاح بياخد وقت، بس محتاج: واحد، ان انا ما استناش فرصه على مقاسي ابدا اتعلم. اتنين، ما استعجلش، ابدا ابني نفسي وابدا اشتغل على نفسي وابدا اظبط الدنيا وما استعجلش النتيجه واكمل. يا جماعه، اصعب مرحله في حياه اي بني ادم في اي مشوار هو بيمشي فيه، عارف امتى؟ هو اول نص في المشوار. اول نص في اي مشوار هو اصعب نص في المشوار. مشكله كتير من الناس انه بسبب الاستعجال بيجي مع نهايه النص الاول ويقول لك ايه، لا 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 الدنيا مش ماشيه، هروح الف وابدا النص الاول في حاجه جديده. فيبدا النص الاول في حاجه جديده وياخد النص الاول كله اللي هو اسوأ نص، ويجي مع نهايه النص الاول في مرحله عنق الزجاجه، المرحله يبقى فيها اريفه وانت عمال بتلاقي نفسك انت عمال تزرع بقالك كتير والدنيا مش حلوه ومش عارف ايه، فتلاقي نفسك اللي هو ايه، يا اخي الواحد يا اخي برضه الدنيا ادي النيله السوداء، يا عم اروح اجرب حاجه تانية. فتبدا يا عمي انت بدات النص الوحش كله وخدت النص الوحش كله عشان النص التاني الحلو. بعد ما النص التاني الحلو هيبدا اهو، تقوم جاي سايب كل اللي انت زرعته، كل اللي انت عملته. ده مش صح. طب ايه سبب ده؟ الاستعجال. الاستعجال. الاستعجال يدمر اليقين. الاستعجال يدمر اليقين، وديت النقطة التانية. يبقى رقم واحد مفيش فرصة هتيجي على مقاسك. انت اللي محتاج تبقى على مقاس الفرص، انت اللي محتاج تتغير. ربنا سبحانه وتعالى ادانا كبشر القدرة على التشينج والقدرة على التغيير. لما انا كشخص بتغير كل حاجة في حياتي بتتغير. لما انا كشخص افضل واقف مكاني وما اتغيرش واستنى حاجة على مقاسي، هتفضل قاعد مستني طول حياتك. ومش مصدقني؟ اسال نفسك، بالك قد ايه قاعد مستني يا نجم؟ بالك قد ايه؟ بالك قد ايه مستني حاجه تحصل؟ مستني حد يساعدك؟ معلم بقالنا كتير صح؟ طب طالما انا بقالي كتير يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ انا وصلت مع بعض يا جماعه؟ كل الناس مركزين معايا وماشيين معايا؟ حلو. يبقى ديت النقطه الايه؟ الاولى. طب النقطه الثانيه، ما تستعجلش.
تستعجلش وما تعملش وما ترفعش الرايه البيضاء في نص الطريق. نص الطريق ده النص الاول اعرف انه دايما النص الوحش، النص التاني دايما النص الحلو. النص الاول هو نص الاول بتاع الزراعه، النص التاني هو النص الحصاد. حلو الكلام. محتاج انك انت تبذل مجهود وتشتغل وتتعب لغايه ما توصل للي انت عاوزه. حلوين حلوين حلوين. يبقى ده المشكله التانيه. طيب المشكله التالته فين بقى؟ المشكله التالته اللي كل الناس تقول لك اصل مفيش فرص، اصل مش عارف ايه، اصل كذا اصل كذا اصل كذا. قبل ما نخش عليها برضو خليني اقول لكم على معلومه بسيطه. هو انه الناس، والله العظيم يا جماعه الكلام ده مهم جدا، الاستعجال عارف بيكون بسبب ايه؟ انك عايز تنجح دلوقتي حالا لانك شفت واحد نجح دلوقتي حالا. ركز معايا في الكلام دوت. مشكلتنا ان احنا بنشوف الناجح بعد ما نجح، فانت بتشوف الصوره النهائيه فبتبقى قاعد كده اللي هو ايه، انا عايز ابقى زي الراجل ده، انا عايز انجح زيه. ومشكله السوشيال ميديا بنت اللذينه انها بترفع السقف بتاعك بشكل مرعب. تفضل قاعد بتتفرج، مثلا انت راجل عايز تنجح فبتتفرج على ناس ناجحه، بتتفرج على ناس عايشه لايف ستايل معينه، بتتفرج على ناس تعمل دخل معين، فانت يا عيني ده بيعمل عليك بريشر مرعب. البريشر المرعب ده عارف سببه ايه؟ سببه ان انت عايز تنجح زيهم دلوقتي. والله ما هيحصل. انت مش هيتحكي لك على السوشيال ميديا كلام معين. اسمع، تبقاش عبيط. بيتحكي لك الانجازات، ما بيتحكيلكش المعاناه، ما بيتحكيلكش الليالي اللي كانت من غير نوم، ما بيتحكيلكش اصعب المواقف والطحنه اللي كانت ممكن توصل بني ادم انه يتكسر. ما بتتحكيلكش كسره النفس في وقت من الاوقات لما كنت متعشم اوصل لحاجه وما ظبطتش، بس ما استسلمتش وقمت وقفت على رجلي. ما بيتحكيش الكلام ده، ما بيتحكيش. اسمع، انت بتشوف النهايه السعيده الجميله الحلوه، ما بتشوفش الطريق شكله عامل ازاي. بس والله انا هقولها لك اهو، مفيش حد بينجح بالصدفه. النتيجه اللي انت بتشوفها دي نتيجه واحد اتطحن، نتيجه واحد اتفرم. فما تستعجلش. هي ديت البوينت. ما تستعجلش النجاح، ما تستعجلش السكسس. الاستعجال يدمر اليقين. لما بتستعجل يقينك في الوصول للشيء اللي انت عايزه بيقل بسبب كترة الاستعجال. وديت النقطة التانية. تعالى بقى اقول لك اخر نقطة ودي اللي هختم بيها اللايف. ودي بقى مشكلة عند ناس كتير قوي. مشكلتنا يا جماعة انه احنا اليومين دول بقينا بندور على عارف لما يجي واحد يلاقي opportunity ويلاقي فرصة ويكون مستعجل ان هو انا عايز اوصل دلوقتي، انا عايز اوصل دلوقتي، انا عايز اوصل دلوقتي. مشكلتنا ان احنا بنحط كلام اللي حوالينا في دماغنا. ازاي؟ انك لما بتيجي تاخد خطوة بتحب تستنى التشجيع. بس واحد يقول لك يا الله هو ده الكلام، دوس يا معلم، ده كلام رائع، ده كلام جميل. فانت مستني حد يحمسك. فايه المشكله؟ المشكله ان الحد اللي انت مستنيه يحمسك ما بيحمسكش، بيحبطك وبيكسر من مقاديفك. صح؟ فانت بتعمل ايه؟ بتراجع نفسك 1000 مرة. والله اكبر اليومين دول شبابنا في الوطن العربي اليومين دول بقوا يا جماعة نجوم العالم في الإحباط. الله أكبر عليهم. تلاقي الواحد من دول هو رابط كده الحكمة في عقله بالسلبية، الحكمة في عقله والنقرزة اللي هو يبدأ ان هو يعمل ايه؟ يتريق عليك ويبدأ ان هو يا عم انت بتقول ايه يا عمي؟ انت بتقول ايه؟ اللي انت بتقوله ده صح والله يا عم، انت ما انت فاهم حاجة. ومعروف دايما ان الشاب الحكيم في اي كوميونيتي او مجتمع هو اكتر واحد بيتريق او اكتر واحد بينتقد. عمي انسى، مفيش حد هيشجعك. دي رسالتي ليك. مفيش حد هيشجعك وانت بتبدأ وانت في اول الطريق. مفيش حد هيشجعك وانت في البداية. الناس هتشجعك لما توصل. افهم، لما توصل الناس هتشجعك. لما تحقق اللي انت عايزه الناس هتشجعك. لما تيجي تاخد خطوة
وتروح تشتغل في فرصه وتروح تبدا في حاجه جديده، ما تستناش تشجيع من حد يا عمي، والله ما حد هيشجعك. وانا بقولها لك اهو بالفم المليان، مفيش انسان بيشجع اي بني ادم في اول السكه. في اول السكه كله انتقادات، في اول السكه كله عامل فيها حكيم الزمان، في اول السكه كل واحد بيعمل لك فيها مارك زوكربيرج، في اول القصه كل واحد فيها بيعمل لك فيها فيثاغورس. فيثاغورس الحياه فيثاغورس في المجال اللي انت هتبتديه، ويبدا يذكر لك قصص الفشل. تعرفوا يا جماعه، انا كاسلام واحده من اكبر الحاجات اللي فرقت معايا ايه؟ انه في حد جه قال لي كده: يا اسلام، نجاحك هو اتهام صامت للاخرين بالفشل. اقولها لك تاني، قال لي كده: نجاحك هو اتهام صامت للاخرين بالفشل. عارف ده معناه ايه؟ ده معناها ان اللي حواليك مش كلهم نفسياتهم حلوه. حلو. ويا عمي مش كلهم بلاش نقول مش نفسهم حلو عشان ده يعني سوء نيه مننا، ما عندهمش خبره في اي حاجه. حلو. لما تيجي تاخد كلمه من حد وتحطها في عقلك، تاخد كلمه من بني ادم، حط تحت الكلام ده 100 خط، تاخد كلمه من بني ادم قدر ينجح في السكه اللي انت ماشي فيها. البني ادم اللي قدر ينجح في السكه اللي انت ماشي فيها هو اكتر بني ادم هيخليك تعرف تتوجه مظبوط. طب لو ما نجحش مش هسمع منه، لو ما نجحش مش هديله وداني من اساسه. ليه؟ لانه تاني الحكمه بقت اليومين دول في المجتمع بتاعنا في الوطن العربي بالكامل مقترنه بالسلبيه العاليه. كل ما البني ادم يبقى سلبي اكتر كل ما يبقى ايه؟ حكيم اكتر. يا عم ده انت منيل ب60 نيله. انا اسف يعني، البني ادمين السلبيين دول انت روح يا عم انشغل بنفسك يا عم، وما تقرفناش وما تقرفش الناس وما تقرفش كوكب الارض. في شباب عايزه تعمل حاجه في حياتها، دي رسالتي للناس السلبيه. بس رسالتي ليك، ما تستناش تشجيع من حد عشان تاخد خطوه يا معلم. ما تستناش تشجيع من حد عشان تبدا كارير مختلف. ما تستناش تشجيع من حد وانت في البدايه. ما تستناش، مش كل الناس هتشجعك، مش كل الناس هتشجعك. ما فيش حد بيشجع في اول السكه، الناس بتشجع لما بتوصل، واول ما بتوصل يقول لك الله عليك بجد، انا مش عارف اقول لك ايه، بجد احنا بنتعلم منك ما شاء الله. طب ما تاخدني معاك، طب ما تقول لي ايه الدنيا، ما تقول لي مش عارف ايه، صح ولا لا؟ صح. يبقى اذا بمنتهى البساطه جدا يا حبيب قلبي، في فرص والله العظيم بالهبل بالهبل. ومع انتشار الانترنت والتكنولوجي اليومين دول بقت الدنيا مرعبه، بقى في فرص بالعبيط. عايز فرص، بص يعني اقول لك ايه، شلالات من الفرص، شلالات من الشغل، شلالات في كل حاجه. حلو. ولكن الفرص مش هي المشكله، المشكله فينا احنا. اسمع، المشكله مش في عدم وجود الفرص. زمان اتعلمت حاجه بتقول ايه: there is no business problems, there is always personal problems. ها؟ there is no business problems, there is always personal problems. مفيش مشاكل في شغلانات، مفيش مشاكل في عالم البيزنس. المشاكل بتكون عند الناس اللي بيتعرض عليهم الفرص او الشغلانات دي. هي دي البوينت. لو انت فهمت الكلام ده كل حاجه عندك في عقلك هتختلف تماما تماما. يا معلم في فرص بالهبل، بس المشكله فينا احنا. المشكله رقم 1 في ان احنا مستنيين حاجه على مقاسنا، وده مش هيحصل. مشكلة رقم 2 ان احنا مستعجلين نتيجة اي مشوار احنا بناخده، وملناش خلق نقعد على حاجة 2-3 نتعلم ابوها ونبقى شاطرين فيها فنبدأ نعمل منها فلوس. مفيش، فاهم؟ مفيش حاجة اسمها كده، ما تستعجلش. دي المشكلة التانية. المشكلة التالتة انك مستني حد يشجعك وانت في اول السكة. يا معلم بمنتهى البساطة جدا، لما الناس بتتعلم السواقة، اسأل نفسك السؤال ده: لما انت كنت بتتعلم السواقة كم واحد كان بيتريق عليك؟ يوه كتير. ده انت كنت بتبقى حاضر عارف انت بتسوق كده، بتسوق كده، صح ولا لا؟ بعد كده الناس كانت تقعد تتريق ها، بطلت تسوق؟ لا كملت. ليه؟ عشان عايز تتعلم، عايز تتعلم السواقه، عايز تكمل. وبعدين دلوقتي انت ممكن اصلا تسوق برجلك من تحت كده، برجلك وسايب ايدك وبتاكل وبتعمل تليفونات وبتعمل الدنيا. ليه؟ علشان اتعلمت، عشان مارست، وعلشان كملت. لما انت بقى بتسوق بقى بالطريقه دي مش عارف ايه، الناس تقعد جنبك يا ابن اللذينه ده انت سواق مالكش حل. صح، حرفيا صح. ماشيين مع بعض. هي ديت البوينت. عشان كده بمنتهى البساطه جدا مفيش مشاكل في البيزنسز، مفيش مشاكل في الفرص، مفيش حاجه اسمها مفيش فرص. في فرص بالهبل. there is no business problems, there is always personal problems.
مفيش مشاكل في البيزنسز، دايما المشاكل ايه؟ شخصيه عندنا احنا. لو انت غيرت من ده والله العظيم واكد لك ان كل حاجه هتختلف. فافهم بقى، افهم. انت النهارده محتاج شغل، اه. محتاج تعمل فلوس، اه. محتاج فرص كتير، ايوه. الكلام ده موجود 100% بالهبل، بهبل الهبل. فين؟ على الانترنت. على الانترنت. الانترنت مليان كل حاجه. طب اسلام انا انا عايز اتعلم الكلام ده. في مليون مكان يعلمك الكلام ده. حلو. مليون كلام. وانا الكلام ده مش ترويجي لحاجه معينه، ولكن مليون مكان ممكن يعلمك الكلام دوت. حلو. احنا عندنا احنا عندنا بنقدر نعلم الناس ازاي يعملوا الكلام دوت، ازاي يقدروا يكسبوا عن طريق الانترنت، ازاي يقدروا يعملوا فلوس عن طريق الانترنت، ازاي ان هم يكون عندهم المهارات اللي يقدروا يستخدموها ويقدروا يعملوا منها فلوس. بس انا ما بحبش الناس اللي يقول لك اصل والله حاجه مش على مقاسي. مش على مقاسك، خلاص امشي. خلاص امشي، شوف حاجه على مقاسك، اقعد استنى بقى 40 سنه. حلو. وما بحبش الناس المستعجله، انا عايز اعمل نتائج دلوقتي، انا عايز اعمل فلوس دلوقتي. انسى. والتالت اللي يجي يقول لك ايه، والله اصل انا سالت الناس اللي حواليا، فالناس اللي حواليا قالوا لي لا اصل انت مش عارف ايه. نعم. الناس اللي حواليك، طب خليك ماشي مع الناس اللي حواليك يا نجم. خلي الناس اللي حواليك ينفعوك. هي ديت البوينت، صح؟ هي ديت الفكره. فعشان كده احنا النهارده يا جماعه بنعلم الناس مجالات كتير جدا. بنعلم الناس دروب شيبنج، وبنعلم الناس امازون FBA، وبنعلم الناس تريدنج وتداول، وبنعلم الناس سيلز وماركتنج وازاي يبني فريق عمل، وبنعلم الناس حاجات كتير جدا. بس في النهايه مش المشكله مشكله ايه؟ توافر فرص. المشكله مشكله ايه؟ بيرسونال. مشكله اشخاص. لو انت عقلك ده اتغير، انا اي بروميس يو، اوعدك ان كل حاجه حرفيا هتتغير، وكل حاجه حرفيا هتبقى احلى مما تتخيل وافضل ما تتخيل. اقول لك على حاجه، اضرب لك بس مثال. في ناس شباب معانا بيشتغلوا، جماعه شباب زي الفل، زي الفل. ناس اشطر مما تتخيل، ناس اجمل مما تتخيل. بدأوا من الصفر، من الصفر، ودلوقتي ما شاء الله بيعملوا دخل 4 ارقام بالدولار. بالدولار، 4 ارقام بالدولار، وبادئين من الصفر. انت فاهم؟ الناس دي بدأت من الصفر وبيعملوا 4 ارقام بالدولار. الاجابة ايوه، الاجابة ايوه. بس عارف الفكرة فين؟ الناس دول ما عملوش ال3 حاجات اللي انا بقول لك ان دي مشكلة. اولا ما عملوش ايه؟ ها؟ ما عملوش ايه؟ رقم 1، ما قالكش انا هستنى الفرصه تيجي على مقاسي. مفيش الكلام ده. الناس دي دخلت ونطت ويلا وهتعلم. 2، ما استعجلوش، فضلوا مكملين ومكملين وبيتعلموا وبيشتغلوا ويعملوا فلوس، ويتعلموا ويشتغلوا ويعملوا فلوس، ويتعلموا ويشتغلوا ويعملوا فلوس. ودي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، الناس دي ما بصتش لكلام الناس، سدوا ودانهم، واول ما نجحوا اتفرج يا باشا، اتفرج الناس بتقول عليهم ايه، اتفرج الناس بتقول عليهم ايه، اتفرج اهاليهم اللي فخورين بيهم، اتفرج على اهاليهم اللي فخورين بيهم، اتفرج على البنات اللي بقت سندة اهلها وسندة عيلتها بالكامل، اتفرج على الشباب اللي النهارده بقى مصدر امان لعيلته، اتفرج على نظرة ام لبنتها وهي طالعة بتتكلم تحكي قصتها للناس على الستيج. ده اللي احنا بنعمله. بس ناس ما عندهاش ال3 مشاكل دول. اتفرج على شاب، ولد عنده 20 سنة، 21 سنة، 19 سنة، وما شاء الله ما شاء الله دنيته مختلفة تماما، بيعمل دخل زي واحد بقاله 40 سنة في الوظيفة. هي ديت البوينت. اتفرج، شوف شباب وبنات ورجالة وستات. اتفرج على ناس معانا، ناس فيري هاي اند سينيورز اشتغلوا معانا وسابوا شغلاناتهم وبدأوا يركزوا في الشغل معانا وبدأوا يعملوا حاجات مختلفة تماما. ولكن الفكرة فين؟ تاني هقولها لك للمرة التريليون. There is no business problems. There is always personal problems. مفيش مشاكل في أي شغل. المشاكل دايما فين؟ ها؟ دايما فين؟ في الأشخاص. إيه هم ال3 مشاكل؟ إيه هم ال3 مشاكل؟ ركز معايا. إيه هم ال3 مشاكل؟ 1، مفيش فرصة على مقاسي. مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها أنا اللي هبقى مقاس الفرص. أنا اللي هبقى على مقاس الفرص. تاني مشكلة هو استعجال. الناس دي ما كانتش مستعجلة. تالت حاجة والأخيرة، الناس دي ما استنتش تشجيع من حد. الناس دي اخدت خطوه وبداوا يعملوا حاجه كبيره في حياتهم. هي دي كل القصه. عشان كده كل اللي انا عايزه منك تعمل ايه؟ كل اللي انا عايزه منك تعمل ايه؟ تعمل حاجه واحده بس، انك انت تظبط المشاكل اللي عندك وتظبط الدنيا، وتاكد تماما ان كل حاجه بالنسبه لك هتختلف. انا كان نفسي
هطول معاكم بس انا عندي ميتنج دلوقتي حالا يا دوب الحق ادخله. بس بقول لكم يا جماعه بجد نفسي يكون كل الناس اللي كانت موجوده معانا في الميتنج النهارده وفي اللايف النهارده تكون استفادت من الحاجه دي، تكون فهمت الحقيقه، تكون فهمت الكلام، تكون عرفت التفاصيل. لو سمحت بعد اذنك افهم ان there is no business problems, there is always personal problems. ربنا يكرمكم وبتمنى لكم يا جماعه كلكم والله العظيم كل النجاح والخير والتوفيق. ربنا يكرمكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.